انا ما اقدرش اسميه بلطجه. ادي الناس اللي بتترمي من فوق العمارات. الارهاب يطل براسه من جديد، يروعنا من جديد، يروعنا في المحافظات من جديد. تذكرون ذلك الملتحي وبحوزته ما يشبه علم تنظيم القاعدة. ظهر رجل على شاشة مصرية يدعي أنه الشخص نفسه بعد أن حلق لحيته طبعا. اعترف بأنه قاتل واقعة السطح وطالب لنفسه بالإعدام. أنا بطالب الحكم علي بالإعدام، وهقول كده قصاد النيابة. ربنا يوفقني، بس ان انا كلمة تقيلة على اللسان، ربنا ان شاء الله يجريها على لساني. لا تصدق دوما ما تسمعه، بل وحتى ما تحسب انك تراه. هكذا يقول مركز بريطاني مستقل اجرى تحليلا على الفيديو الممتد ل5 دقائق. يدعون ميدل إيست مونيتور الى ملاحظة الشخص صاحب القميص الاخضر عند الدقيقة 22:29. سيرجع اليه لاحقا. في الدقيقة 2:34 يظهر رجل لحيته كثة يلبس قميصا أبيض ويحمل راية بيضاء وسوداء. في الدقيقة 2:58 يظهر جليا أن فوق الخزان 4 أشخاص ليس بينهم صاحب القميص الأخضر. الدقيقة 23 يدخل صوت معلق يفسر لنا أن أناسا يلاحقون ال4 فوق الخزان. ال4 اللي فوق دول كسروا باب البيت في الأرض. عملوا فيهم إيه بقى؟ الدقيقة 4:08 ليس المشهد واضحا خلف الخزان، لكن المعلق يبدو متأكدا. ضربوه، لا قتلوه يخرب بيت أبوه. الدقيقة 4:39 يتم دفع الشخص الأول. إنه صاحب القميص الأخضر وليس أحد ال4 الذين كانوا على الخزان كما يحاول أن يظهر المعلق. الدقيقة 4:55 يقع الشخص الثاني، وردة فعل الأشخاص أسفل الخزان لا تتناسب مع إمكانية أن شخصا قد مات. بعد تفحص الفيديو مرارا استنتج مركز ميدل إيست مونيتور أنه إخراج بشكل هاو لمسرحية ما، وأضاف أن المشاهد لن يفهم ما يحدث بدون عنوان الفيديو وتعليمات المعلق ولفتاته. أما السياق الذي يصفه بالمصطنع فتمت صناعته كما يقول التحليل عن طريق أصوات إطلاق النار التي صاحبت التسجيل. لا يملك المرء أن يحكم على صواب التحليل ولا على مصداقية التسجيل، لكن الحذر مطلوب، وحذر الإعلام النزيه أوجب لدواعي مهنية وأخلاقية حين يتعامل مع المواد المتدفقة من الإنترنت. إذن أبدأ نقاشنا بالسؤال للدكتور حسن.